السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس سمير رجب يحييكم، وأهلا وسهلا بحضراتكم في شركة جرين جولد، وجولة جديدة من جولاتنا في مزارع وشركات المنضمة إلى شركة جرين جولد. أهلا وسهلا بحضراتكم، صباح جديد علينا بالخير وعليكم إن شاء الله. في البداية نبدأ بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما إلى يوم الدين. النهاردة هنتكلم على مشروع العجول الرضيعة. بنرجع تاني ونقول إن هو أنسب مشروع، اللي هو مشروع العجول الهولشتاين الرضيعة. نبدأ بسم الله. احنا قبل كده طبعا قلنا احنا ازاي بنجهز المكان. بنجهز المكان بنرشه بفورمالين 10، تمام، وبنرش الحوائط والاسقف والارضيات ايا كان نوعها. وبعد كده بنبتدي نطهر بميه نظيفه عشان خاطر المكان يبقى جاهز تماما. وليه بنرش بالفورمالين 10؟ عشان نقتل اي حشرات البق والجراد، ودول اخطر حشرتين ممكن يصيبوا المواشي بتاعتي او العجول الصغيره. عشان كده بنتجنبهم تماما بالرش اللي هو رش الفورمالين 10، تمام. بعد كده بنيجي على الارضيات ايا كان نوع الارضيات، بنطهرها، بنحط لها جير المطفي اللي هو المعروف بتاع الادوات المعماريه او الحاجات اللي زي كده، تمام. يبقى احنا كده جهزنا المكان ونستعد نستقبل العجول. بستقبل العجول بتاعتي من المزرعة اللي هي المزرعة اللي جاية منها المزرعة الحديثة، أو المزرعة المستديمة اللي هي مزرعة اللي هيستمر فيها العجول. بنفرش الأرضية بالجير ونستقبله بدراكسين 1 سم دراكسين لكل 40 كيلو من وزن العجل. بيتاخد في الرقبة تحت الجلد، ما بين الجلد والرقبة، وبسيبه نص ساعة، وبقى ابتدي اديله نص لتر محلول معالج الجفاف. وطبعا احنا ان شاء الله شرحنا الموضوع ده قبل كده، ولو حد برضه محتاج ان احنا نشرح له تاني ما عليه الا الاتصال. احنا متاحين على طول في خدمة اي عميل واي حد بيتعامل مع شركة جرين جولد او خارج شركة جرين جولد. برضه ما بنبخلش على حد بالمعلومات اللي عندنا ان شاء الله. بسيبه تاني نص ساعة وبديله نص لتر تاني، وده يعتبر ان هو الاستقبال بتاعه مكان اللبن ان شاء الله. اما بالنسبة للوجبات بتاعة اللبن، ببتدي ان انا اديها له تالت رضعة بعد الرضاعة بتاعة محلول معالجة الجفاف. ودي بتكون عبارة عن كيلو لبن في الاول، وابتدي اطلع معاه بالتدريج لغاية ما اوصل لكيلو ونص لبن. احنا النهارده بنقول مشروع العجول الهولشتاين الرضيعة هو انجح مشروع لانه على قد الايد. لو اي حد معاه اي مبلغ ممكن يبدأ بعجلين، بتلاتة، بست عجول وهو طالع. طبعا كل ما زود العدد كل ما احسن، عشان خاطر لو النهارده انا عندي عجلين او ثلاثة، لو انا هقول لاي تاجر تعالى عشان تشيل، طبعا بيقول لك لا، ده كده هيبقى تكلفة عليا في النقل زيادة على 3 عجول. فالافضل بيبقوا 6 عجول او 9 عجول او 12 عجل، عشان التاجر يلاقي حاجة يستاهل ان هو يجي عليها بعربية عشان يشيلها. ده عملية تجارية في الاول وفي الاخر، فكل واحد بيحسبها تجاريا، النقل هيكلفنا قد ايه مطروح على العجول وهكذا يعني. فطبعا احنا بنقول ال6 عجول رضيعة كمان، لان احنا مظبوطة العملية بكيلو لبن بودرة بيرضع لي 6 عجول في الوجبة. طب ازاي بيرضع لي 6 عجول؟ لا، كيلو اللبن البودرة بيتحل على 8 لتر مية، يبقى 8 لتر زائد كيلو بودر يدينا ناتج 9 كيلو. العجل بيرضع كيلو ونص معايا، كيلو ونص في 6 بيدينا ال9 كيلو اللي هو الكيلو البودر اللي احنا حضرناهم. ازاي بنحضر اللبن؟ بنجيب ال8 لتر ميه نقسمهم نصين، اخد 4 لتر ارفعهم على النار في اناء سل ستيل، وبرضه يكون معايا مضرب بيض سل ستيل. بقى اخلي الميه توصل لدرجه الغليان، بنزل كيلو البودره واقلبه تماما حتى يتجانس مع اللبن البودره مع اللبن، ما يكونش فيه عندي اي حاجه معجنه او مكلكعه. وبعدين بقى ارفعه من على النار، انزله واضيف عليه ال4 لتر الميه التانيين،
وابتدي برضو اقلب تماما تماما لغايه ما يتجانسوا كلك مع بعض، واسيبه بتربط الحراره لغايه درجه حراره 39، وابتدي ادي العجل الوجبه بتاعته اللي هي الكيلو ونص. بيكون معايا معيار، يكون المعيار الساعه بتاعته كيلو ونص. ابتدي احط لكل عجل في الجردل بتاعه الكيلو ونص بتاعه، عشان حراره اللبن دي مهمه جدا ومحدش بينتبه اليها. ان اللبن لو انخفضت الحراره بتاعته عن درجه حراره 37، بتبتدي تنشط الفيروسات والبكتيريا في اللبن، وطبعا بتسبب لي مشكله خطيره واسهالات وامراض وارتفاع درجه حراره للعجول، وطبعا احنا عاوزين نتجنب الكلام ده تماما. فالحراره بنسيبها 39، بنعبي قبل العجل ما بيخلص رضاعه بيكون انتهى من الرضاعه على درجه حراره 37، وده طبعا المطلوب. ما ينفعش ان انا احط له اللبن على درجه حراره اعلى من كده عشان بقه ما يتسلخش او يتاثر، او اقل من كده عشان البكتيريا والفيروسات ما تظهرش عليه. طبعا اهم حاجه في الموضوع ده كلته بعد العجل ما ينتهي من الرضاعه، نظافه ادوات الرضاعه، الغسيل بصابون السائل عالي الرغوه، والتطهير بماده الديتول او اي ماده مطهره. باخد النسبه بتاعتها على الميه، وبجيب زي جرد برميل بلاستيك من البراميل البلاستيك الكبيره، واحل الماده بتاعتي بالمعدل كام لكام سنتي، ايا كان نوع الماده المطهره. كل حاجه بتبقى مكتوبه على الازازه بتاعتها. وبقى اخلص الرضاعه بعد الشطف والغسيل بالميه الصابون السائل والميه النظيفه، بقى اعقم في قلب الديتول، واطلع الحاجه بالتعقيم بتاعها، اسيبها تنشف لغايه ميعاد الرضعه اللي هي بعد منها التاليه، ان كانت رضعه الصباح او رضعه المساء. بغسل الحاجات ده، اشطفها مكان المطهر، واجهز اللبن بتاعي، نفس العمليه بتاعت التجهيز. انتهي من الرضاعه، اقوم بعمليه الغسيل بالصابون السائل والتعقيم، عشان اماكن او الحاجات اللي انا بستخدمها لادوات الرضاعه دي اكتر حاجه معرضه ان هي تعمل ريحه كريهه لو اللبن اتساب فيها ما اتغسلش، او ينشط فيها البكتيريا والفيروسات، وبالتالي تؤثر على العجول بالسلب. الفيروسات او الحاجات اللي هي بتاعه الاسهالات بتنشط، او يجي له نوع من الحمى، ارتفاع درجه حراره، او يمتنع عن الرضاعه. كل ده بسبب غلطه بسيطه اللي هي عمليه التعقيم والتطهير، فدي هامه جدا. طب انا بدل العجل النهارده، بوصل معاه ان انا باسسه على كيلو ونص صباحا وكيلو ونص مساء. باجي طبعا في نص النهار بجيب له علف 23% بادي نامي تسمين عجول رضيعه، اسيبه قدامه طول اليوم. بحط له زي نص كيلو، لو كان النص كيلو ابتدي ازود له تاني، لو كان اكتر ازود له تاني، طول ما هو العجل بيسحب معايا في العلف. طول ما انا بزود له، واراعي ان انا احط له من لتر ونص لترين لتر ميه في حاجه برضو اناء تاني نضيف، عشان طبعا العلف لما بياكلها العجل بطبيعته بيعطش، وبالتالي لازما يشرب ميه عشان خاطر ما يحصلوش اي افحام او حاجه او جفاف، عشان يرطب معاه. وبالتالي احنا بنبقى دايما موجود الميه ياخدها قبل ما ياخد العلفه، بيكون عطشان من المره اللي قبل منها. وابتدي اعود العجل على هذا الاساس. اجي بقى للشهر الثاني، بعد ما عدي الشهر الاولاني، ابتدي ارفع معدل اللبن ل 2 كيلو بالتدريج لغايه ما اكمل الشهر الثاني كله. ابتدي في الشهر الثالث ابتدي اخفض اللبن بالتدريج 100 جرام كل يوم تخفيض لغايه ما اوصل لدرجه الصفر، لان انا كده بسحبه، باخده من ناحيه اللبن لناحيه العلف، واسيب العجل يفضل يكون في الفتره دي سحب معايا او بيسحب معايا فعليا من كيلو ربع لكيلو ونص علف. كيلو ونص، من كيلو ربع لكيلو ونص علف. بطلع بالعجل ده بعد 90 يوم. المفروض ان هو المعدلات بتاعته والاوزان بتاعته بيديني من 80 ل 90 كيلو، او من 90 ل 100 كيلو حسب وضع العجل معايا. وبالتالي بخش العجل على دورة التسمين، بفضل شغال عليه بالعلف 23% بروتين إلى وزن 150 كيلو. المرحلة اللي من 150 ل 200 ببتدي أديله العلف 19% تسمين. وبعد كده المرحلة اللي هي من 250 ل 300 كيلو بديله العلف 16% تسمين. وبعد كده المرحلة اللي هي من 350 لغاية لا نهاية ببتدي أنقل على العلف إلى 14% بروتين. وطبعا ده بيكمل بيه لغاية ما تطلعه على أي وزن أنت عاوزه أو إن أنت تقصده. بعد كده
إحنا بنيجي نقول إن عندنا المشروع ده، إن عندي العجل زائد شكارة اللبن، العجل 15 يوم وشكارة اللبن بيبقى عامل 22,500. يعني أنا بطلع عجل فطام ب22,500 كتكلفة. العجل ده بينباع بالأوزان، بيجيب له طبعا زي 30 زي 31 32,000، وطبعا ده سعره في السوق النهارده. لو انا عاوز اسمن بعد كده، طبعا العجل بيبقى طبعا في نفس المكان، ما بينتقلش الى مكان تاني، لان العجول طبعا نقلها من مكان لمكان بيبتدي يكون مستغرب المكان الجديد، وبالتالي يعني يضعف شوية. اما لما يكون في نفس المكان وادخله دورة تسمين، طبعا العجل بيفضل معايا في ازدياد على تعوده. متوفر عندنا العجول الهولشتاين، اللي هي من أعمار 15 يوم إلى لغاية شهرين ونص. وعندنا العجول اللي هي بعد الفطام، وعندنا العجول اللي هي أوزان من 270 ل 300 كيلو إلى غاية 350 كيلو. ونيجي بقى لأهم حاجة في الموضوع، العجلات الهولشتاين الرضيعة. متوفر برضو عندنا عجلات هولشتاين من عمر 15 يوم إلى ما بعد الفطام. في عجلات تحت العشار، وفي عجلات عشار. كل ده متوفر عندنا في مكان واحد، شركة جرين جولد. متوفر عندنا اللبن الصناعي للي ما عندوش أبقار حلابة وعاوز يعمل المشروع. متوفر عندنا المستلزمات البيطرية من جرادل وبزازات ومستحضرات طبية أو مضادات حيوية. ترمومتر اللبن متوفر إن شاء الله. النهاردة عندنا برضو إضافة لشركة جرين جولد، متوفر عندنا حاليا ذرة أوكراني، سعر الطن 12,700 أرضه، والتوصيل على حسب المسافة. يعني بس بيتهيألي إن يعني أكثر المسافات بيبقى كله 100 جنيه على الطن. لو حضرتكم حد بيشتغل أو بيشتغل بالذرة الأوكراني. متوفر عندنا اللهم صل على سيدنا محمد قوالب الملح المعدني، القالب ب120 جنيه. متوفر عندنا قوالب الفيتامينات، القالب برضو ب150 جنيه. متوفر عندنا الرش الآمن اللي هو ضد الكرات والجرب، اللتر عامل 2000 جنيه. متوفر عندنا اللهم صل على سيدنا محمد أعلاف، الأعلاف اللي هي 23% و19%، 16 14 أعلاف ممتازة بالتحليل بكل برنامجها. كل ده متاح عندنا إن شاء الله في شركة جرين جولد. أي حاجة في عالم الثروة الحيوانية متوافر لدينا بفضل الله إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. نتمنى الجميع يتابع ويشارك معنا في قناة شركة جرين جولد ليصلكم كل ما هو جديد. النهاردة طبعا عندنا الأبقار العشار، أبقار عشار 3 و4 و5 و6. ده أكبر عشار حاليا، لأن العشار الكبير كلته الحمد لله انباع. وإن شاء الله برضو اللي عاوز من العشار ده موجود. الأبقار اللي هي بنات الاستيراد، بقارة موسم أول، وطبعا محدش يعني إيه خافي عليه إن العجلات اللي هي البقارة بنات الاستيراد أفضل من الأم المستوردة لتأقلمها مع البيئة المصرية ومرورها بأربع مواسم في مرتين. واكتسبت مناعات من التحصينات اللي هي خدتها من الأم أثناء عملية الحمل، وخدت مناعات برضو تحصينات بالنسبة لها اللي هي خدتها فيما بعد، اللي هي التحصينات الدورية. وإن شاء الله بتبقى إنتاجها في الموسم الأول 30 كيلو من الألبان، من 28 ل 30. وبعد كده في الموسم الثاني بتزيد معانا ل 35 أو 37 كيلو لبن. أهلا وسهلا بحضراتكم، ونتابع مع بعضنا.
طبعا أرقام التليفونات شركة جرين جولد: 010 611 88 022، 010 15 80 36 91، 011 00 27 1242 مهندس سمير رجب، و010 94 394 910 الأستاذ علاء رجب. أهلا وسهلا بحضراتكم. نرجو وفضلا ليس أمرا دعمنا بلايك وشير واشتراك في القناة، وتتابعونا دايما على قناة جرين جولد عشان نقدم لكم باستمرار كل ما هو جديد من عروض شركة جرين جولد ومزارع شركة جرين جولد. موجودين معاكم باستمرار إن شاء الله، بنتابع حضراتكم باستمرار، وأي طلبات أو أي شيء أو أي معلومات موجودة ومتوفرة عند شركة جرين جولد ما بنبخلش بها عليكم، وبنقبل الاتصال حتى لو مش هتشتري، في أي وقت وفي أي مكان إن شاء الله. متواجدين معكم. نرحب بكم، أهلا وسهلا بحضراتكم في شركة جرين جولد.